شوية بصل بنضيفهم داخل طنجرة، زيت زيتون. يا عيني يا عيني يا عيني، الله عليك. عدسنا هون مسلوق وراح احتاج لمية العدس. تمام. ابو طه طلع لي هون الريح. هو مبدئيا كيف الريح عندك؟ ريحة بصل بنقلي. يا زلمه جاملني يا أبو طه. الله الله، يعني ها، يا عيني يا عيني. جاملني يا ابو طه، ريحة جاملني بصل بنقلي يا ابو عون بزيت زيت. جاملني يا ابو طه، يعني لو ملح فلفل، ايوه ها زبط. ريحة بصل بنقلي بزيت زيتون مع ملح وفلفل. طبعا استخدموا اي نوع باستا بدكم اياه. انا اليوم مستخدم نوع باستا حلو هيك بناسب الطبخه. بنا سباجيتي، اي شيء بدكم اياه، اي نوع باستا عندكم استخدموه. فبنضيف الباستا، كوبين باستا حطيناهم مع البصلات. يا عيني يا ابو طه يا عيني، شايفين؟ خليها بس هيك تاخذ لها شويه نكهات. الان نيجي على عدساتنا. اها عدساتنا يا ابو طه تمام. بنضيفهم وين؟ على ايوه الزبيقي. ست زبقي. هاي اكله سريعه يعني التناول. شويه ملح. الان الاكله هاي ما بيجيها دبس رمان ابو طه. اوكي دبس رمان ما بيجيها. تمام. بس ملعقتين دبس رمان على هالطبق يعني صراحه بيعطونا قفزه نوعيه بالطعم. ملعقتين بس. بعد الفاصل بدنا نسوي لها ابو طه دقة ثوم مع كزبرة ونطفيها فيها. شوية زيت ابو طه في هالقلاية. هلا الكثير من الثوم، الكثير من الثوم يا ابو طه. بدنا نسوي تقلاية هسه يا ابو طه. احنا بدنا نسوي تقلاية بالثوم والكزبرة ونضيفه على الست زبقي او الرشتاية او رقاقة وعدس اللي انتم حابين تسموه. بسم الله. شايفين؟ يعني هسه اخي الفاضل اختي الفاضله من هسه ضبوا العدسات وروحوا جيبوا شويه الباستا هاي، وعشان لما يكونوا الاولاد قاعدين وتكوني طابخه غدا يقوموا يقعدوا يقولوا لك جوعنا يا ماما. هيها ها. شو ابو طه وضعك؟ الختيار والله يا هالختيار انه حوسك زعتي. والله يا حوسك زعتي. حبيت المصطلح الحوس. الحوس هذا حوس. والله انه حوسك زعتي. الله يزاد قلبك. والله